حنا جينا نوضحوا الصوره للناس والاولياء الامور اللي كتشوف في الاستاذ هو اللي كتعلق عليه فشل المنظومه التربويه. اذا هذا الفشل هذا راه ما جاش من حنا، الفشل راه كاين ملي كيكون عندنا 50 تلميذ في القسم، الفشل كيكون ملي كتكون عندنا الاستاذ كيطلع لاعالي الجبال، راه كيطلع في الطاكسيات وفي الخطافه وكيطلع يكمل على رجليه ملي كيتقطع عليه المركوب. هنا فين كاين الفشل، هنا منين كاين الخلل. الفشل كاين ملي كنشوفوا مدارس عموميه كتفتقر حتى للمراحيض، الا كانت مراحيض ما فيهاش انعدام الشروط الصحيه، هنا فين كاين الفشل. ما كيكونش هنا الوزاره خصها تحمل هذه المسؤوليات، ما تجيش في هذا النظام الاساسي وتضمنوا بواحد البنود واحد النقط ملغومه، واحد النقط ما مفهوماش. هاد النقاط اللي هاد النظام الاساسي جابيها هي نقاط راها سوداء كنعتبروها. هاد النظام الاساسي راه تركب واحد التركيبه هو كيبان لنا تربوي، ولكن هو راه فيه واحد السياسه جنائيه مغطي بها. علاش؟ باش نبسطوا لعموم المواطنين. حنا ملي كنجي عند الاستاذ كنطلب منه واحد المهام، كندير ليه واحد العقد بيناتنا وكنضمنوا واحد النقط وواحد البنود باش نقول ليه هنا هذا العقد هذا فيه واحد النقط، واحد العبارات هلاميه كتحتمل شحال من تاويل، وانت غتبقى خاضع للسلطه الحكوميه. فين كنخضعوا لهذه السلطه الحكوميه؟ تنخضعوا ليها ملي نكونوا عندنا واحد ساعات العمل نزيدوها، ما بقاتش محدده ساعات العمل اللي كنا كنخدموها. ساعات العمل راها نورمالمون محدده في جميع الاسلاك. كاين السلك الابتدائي محدده فيه 30 ساعه، السلك الاعدادي محدده فيه 24 ساعه، والسلك الثانوي محدده فيه 21 ساعه. هذه باضافه الساعات التضامنيه. حنا هذه الساعات التضامنيه راه كنا كنناضلوا من اجل انه يتحيد لينا واما يتم التعويض عليها. فاذا بهذا النظام الاساسي هذا جا باش يكرس ساعات اخرى جديده علينا، جا باش غادي يقول لنا انه كاينه ساعات اضافيه ممكن خاضعه للسلطه الحكوميه. لما كتخضع حنا ما عرفناهاش شحال غتزادنا، كتبقى مبهمه. شكون اللي غيشرف عليها؟ المدير ديال المدرسه غادي يشرف عليها، هما دايرين المشرف عليها. النقط اللي جات بها المدير المشرف عليها وهو السلطه الحكوميه. حنا هذه السلطه الحكوميه خلاوها مبهمه. السلطه الحكوميه اللي كتحول انها تشرف لك على هاد الساعات او على هاد المهام، هي ماشي غير ساعات، هي مهام اخرى كتنضاف لينا، مهام كثيره. حنا هاد المهام اللي طلبوا منا وزادوها ورجعوها لينا الزاميه، حنا ديجا راه كنا تنقوموا بها. خاص الامهات والاباء والشارع المغربي يوعى بانه الاستاذ راه ديجا كيقوم بهذيك المهام، مهام ديال المصاحبه، مهام نشوفوا هاد التلميذ واش هو ملي كيجي عندك. بعدا التلميذ كاين اطفال كيجي عندك مع البرد ومع الشتاء ومع صنيدلته مقطع وصنيدلته راه حفيان، نص رجليه في الارض ونص رجليه في هذا، راه كتقوم انت وما كتعطيكش خاطرك كأم ولا كأستاذ. ولا ما كنتكلمش غير على نفسي، بزاف ديال الاساتذه هكا، يعني بزاف كيعيشوا لا استاذات ولا اساتذه راه كيعتبروا دوك الوليدات وليداتهم، كيولي مضطر هو يشري ديك الصنيدله باش ما يبقاش يشوفوا في ديك الحاله. هذه ما كيشوفهاش الشارع المغربي. النقطه الثانيه انه فرض عقوبات، انه واحد العقوبات على الاستاذ وعقوبات تاديبيه دار فيها واحد 2 صفحات. هاد العقوبات التاديبيه كتبقى حتى هي عريضه، منها توبيخ، منها انذار، منها فصل، منها واش هاد الاستاذ هذا اللي غادي نجي ما كاينش يمكن شي نظام اساسي في الوظيفه العموميه تجردات فيه هاد العقوبات لهاد الدرجه هذه. يعني هنا كنشوفوا انه كاينه واحد السياسه قمعيه ديال الاستاذ. انت الاستاذ الا ما دخلش مرتاح ودخل هو داخل يعني عن طيب خاطر فرحان دوك الوليدات باش يعطيهم الكثير لانهم ابنائه، لانه الا ريحتي الاستاذ اليوم راه كتريح هذا المجتمع كامل. يعني هو مني غادي يجي مدمر نفسيا كيفكر غير في العقوبات، بحال شي فلت منك من هاد العقوبات، بحال شي تخبى عليك، راه ما باقيش غادي يخدم الخدمه ديالو. النقطه الثالثه تجميد الترقي او الصعوبه يعني في الترقي. راه دار واحد النسق صعيب، النسق اللي كان الترقي ديال 2003 راه كان اكثر انصاف ربما من الان. حنا كنا كنطمحوا الترقي يكون احسن، يكون تجويده، ولكن الان فاذا بالترقي اصبح اكثر بطء. يعني راه ما بقيناش كنترقاو بنفس الطريقه، ما بقاش الاستاذ وهذا الشيء ما كيأثرش عليه غير حاليا. جمد يعني الرواتب مجمده ديال الاساتذه، بغض النظر على انه كيتكلم السيد الوزير على المدرسه الرائده وكيتكلم على انها تخصصات لها 10 الملايير ديال الدرهم. وهذه المدرسه الرائده فينا هي هذه المدرسه الرائده؟ شنو خدا منها هذا الاستاذ؟ حنا كنستشرونا باش انه تكون مدرسه رائده وكذا. حنا باش نطبقوا فعلا ديك المقتضيات ديال المدرسه الرائده اللي كيطلبوا منا راه كنفتقروا الوسائل، حنا راه كنشريوها من جيوبنا. الاوراق باش نطبعوا الامتحانات راه كنشريوهم حنايا. راه مني كتخص مني كيكون الوسط الاسري هش شنو غتقول التلميذ؟
اش غادي تجمع من عند التلميذ يعطيك 90 درهم باش تشري ليه ورقه باش تطبع ليه؟ راه كيشريها الاستاذ من جيبو. هاد النقطه ما كتشوفهاش الشارع، ما كيشوفهاش هاد النقطه هادي، ما كتشوفهاش الوزاره. يلاه دابا كتقول لك غادي نديرو، غادي هاد المدرسه رائده، غادي نجيبو المعدات. حنا كاينين المدارس رائده في مدينه طنطان بداو وما توصلوش بالمعدات. راه شحال هما بادين الشهر الاول ودخل الشهر الثاني وباقي المدرسه الرائده كيعتبروا ان كل استاذ عنده الحاسوب ديالو، كيعتبروا انه التقارير يوميا خصها ترفع للوزاره ديال هذا التلميذ، كيعتبروا انه غتكون واحد المده طويله ديال الدعم، كاين واحد التكوينات مستمره في الفترات البينيه. ولكن هذا الشيء راه كيضحي به الاستاذ من وقته ومن جهده، وتيتحرم من العطل ديالو اللي حتى هو خصو يرتاح فيهم في ديك الفترات البينيه باش ياخذ واحد النفس جديد ويجي يشتغل مع الدراري مره اخرى. فاذا بالوسائل، ابسط الوسائل كتقول لك الوزاره في حدود ما امكن، وضمنتها في النظام الاساسي هذه النقطه. علاش هذه النقطه في حدود وسائل؟ فيه واش حنا عندنا 10 المليار ديال الدرهم وما نجهزوش المدارس؟ يلا نقولوا غيشتغل الاستاذ في حدود ما امكن وفق الوسائل الممكنه وفي حدود ما امكن. انا استاذه عطيتيني مجموعه من النقط فيما يخص هذا القرار الحكومي اللي كتشوفوه انه مجحف وغادي يأدب الاستاذ. غادي نعطيك بعض الاراء ديال الناس كيتكلموا على الاستاذ. الاستاذ عنده واحد الفتره اللي تيخدم، ولكن حتى في هذا الوقت البعض كاين الاضراب، كاين اللي كيمشي للبريفي خدام ومخلص، اللي ما مشاش للبريفي كيمشي للسوايع خدام. الضحيه في الاخير هو ذاك التلميذ. هاد الناس دابا اللي ما تيقراوش. والاكثر من ذلك كان عندي واحد الاتصال في الموضوع انه كاينه مدرسه قال لك بانه مازال ما جاتش الفرصه لهاد الظرفيه الصعبه وهذا الاكراه اللي كاين الان، انه مازال ما سجلش لهم حتى الادوات اللي يجيبوا، مازال ما دخلوش، مازال ما بداش المدرسه. واش كتشوفي هذا الوضع ديال التلميذه والساده؟ هذا الوضع صراحة راه كيبقى وضع يعني ما غاديش نبغيوه لا حنا كأساتذة وما نبغيوش كآباء وأولياء الأمور. هذا الوضع فعلا راه ما بغيناش التلاميذ، حنا راه ماشي خرجنا للشارع لأننا بغينا داك زمن الهضر المدرسي، لأنه بغينا الولاد يخرجوا، حنا راه مضطرين للخروج، حنا راه كندافعوا على مصلحتنا حنا وعلى مصلحة داك التلميذ، ومستعدين لو أنه الوزارة يعني تحدث مع الأساتذة وتحدث مع الممثلين ديالهم اللي في التنسيق الوطني، مستعدين انه نعاودوا ساعات تعويض لهاد الوليدات. حنا ما غاديش يضيعوا هاد الوليدات في التمارين ديالهم، ما غاديش يضيعوا في حصص ديال الدروس، لا، كلشي داكشي الاساتذه حاملين على عاتق ديالهم انه غنبداو من ازيرو، غنبداو منين توقفنا التلاميذ، ولكن بشرط انه ما تكونش عاود اقتطاعات الاستاذ. انت الا قطعتي لي اليوم من الاجر ديالي، قطعتي هاد الايام ديال الاضراب انا وباقي الزملاء، يعني شنو غادي يبقى لينا؟ غادي تمشي الوزاره، اذا خاصها هي اللي تمشي تاخذ اساتذه، هي اللي تمشي تشوف مؤطرين ولا تشوف مجازين ولا تتعاقد معاهم باش يقريو هاد الدروس. اما الا كانت تفتح حوار بناء، الا كان واحد الجديه في التعامل، الا كان فعلا راه خاص، حنا دابا محتاجين صراحه السي يوسف، محتاجين واحد رجل المرحله يمرر الامور بطريقه مرنه. حنا راه كنشوفوا السيد الوزير ما كيمررش الامور ما تيمررهاش بواحد الطريقه مرنه، ما حاولش يخلق واحد الحوار. هو الا كانت النقابات خرجت كتبرأ منه براءه الذئب من دم يوسف، تتقول لك لا انا ماشي معاه. وانت خرجت النقابات ما خرجتش، حتى خرج التنسيق الوطني، حتى نباتقوا التنسيقيات ملي خرجوا هاد التنسيقيات وخرجوا للشارع وخرجوا الامهات وخرجوا اولياء الامور، الان راه كاين واحد الوعي، راه واخا يكون واحد التعتيم اعلامي من القنوات الرسميه، ولكن راه كاين واحد الوعي عند الاباء والامهات، لان الحمد لله كاين قنوات اخرى يعني هي كتوصل الحدث وكتنقلو كيف ما هو. الاباء راه فاهمين، وحنا ما عندناش يعني، كاين شي ناس اللي ما فاهمينش كيف قلتي لي، جينا نوضحوا لهم اليوم هذه النقطه هذه، ولكن كاينين بزاف ديال الاباء فاهمين الموضوع، عارفين ان الاستاذ متضرر، عارفين ان الاستاذ ماشي هو اللي خرج على التلميذ، الاستاذ اللي خرج على التلميذ راه هو ديك المدرسه المكتظه ملي ما كتكونش واحد 20 تلميذ او 22 تلميذ تقرا في الفصل باش هاد الوليدات كاملين ياخذوا فرصتهم في التعلم. علاش ملي تكون 50 تلميذ بحال اش غنخدموا حنا في هذا القسم؟ ما كتشوفش الوزاره هذا الشيء؟ ما كتشوفش انه التلميذ راه ضايع؟ راه هنا ضايع، واخا كيدخل المدرسه واش يدخل نسدوا عليه بحال الكراج في 50 تلميذ؟ لا، راه هنا حتى الاباء خاصهم يوعاو، يعرفوا ان الوزاره خاصها توفر لوليداتهم واحد يعني تحافظ على المدرسه العموميه. الا بغينا نقولوا حنا راه قرينا في مدرسه عموميه، وبزاف الاطر الحمد لله خرجوا في مدرسه عموميه، غالبيه الاساتذه والاستاذات الان راهم ولاد مدرسه عموميه وطنيه. حنا هذا الشيء اللي بغينا المدرسه العموميه، بغينا هاد التجود، راه ما كنسعاوش باش نضيعوا داك التلميذ، بالعكس حنا بغينا كنطالبوا بانه حقوقه تكون اكثر، كنطالبوا بانه يكون احسن، يكون هو غدا مني ياخذ المشعل او غدا هو يكون استاذ يلقى واحد الظروف مزيانه، ما يلقاش اننا حنا سكتنا على واحد النظام اللي هو ضرب مصلحه التلميذ بالاساس. ملي كتضرب الاستاذ راك ضربتي التلميذ،
الا كان لان راه الاستاذ الا ما صلحش الاستاذ راه ما صلحش المجتمع كامل. كاين نقط كثيره كيف قلت لك متعدده. حنا الان دوينا غير حوار مع الامهات، حوار مع الاباء والامهات باش ما يبقاوش ينعتوا الاستاذ، بانه كنقول لهم ان الاساتذه جميع الاساتذه وحتى غير المضربين الان كنشوفوا السي بن موسى كيقول راه كاينين اساتذه ماشي مضربين. هذوك الاساتذه اللي ماشي مضربين راه عندهم مساكن التزامات ماديه، راه كيتحسروا كيقول لك حنا معاكم ولكن عندي كريديات. كاين اللي عنده والديه او الاب او الام مريضه بالسرطان او مريض عندهم دوايات، يعني حتى هما راهم مجبرين، راه كيكون مضطر اخاك لا بطل باش ما دارش داك الاضراب. علاش؟ لانه كانت حقوق الاستاذ ديما عنده واحد التوفير ولا عنده واحد السالير مزيان، راه غادي يحتاج حتى هو الساعه اللي جات المناضله راه غادي يخرج حتى هو للشارع. هسي يوسف بغيت نقول لك كيف ما شرتي لهاد النقطه، حنا اليوم منين خرجنا هي راه كاينه واحد المسيره راه فيها تقريبا غنقول لك يمكن 200,000 واحد الانزال راه كان وطني كبير وكبير جدا. حنا كنطلبوا من الوزير انه يتحاور، انه على الاقل لو كانوا غير تجمد هذا النظام اللي داير لنا اشكال وخلق لنا واحد المشكل ونخلوه سيدي ابار، نخلوه حاليا نقولوا بلاتي حنا درنا ليه بوز، حنا حبسناه نجمدناه حتى تمشي العجله ويدخل للشارع، يدخلوا الوليدات يقراو. على الاقل كانت هذه الخطوه لو كانت شوي غادي تهبط. حنا ماشي جينا كنضاربوا مع الحكومه وماشي خرجنا باش نضربوا مع الوزاره او نلويو دراع الوزاره كيف ما تيفهم البعض، لا خرجوا داروا واحد الانزال قوي باش يلويو دراع الدوله او يلويو دراع الوزراء، لا نهائيا. حنا بغينا مسيره تعليميه ما بغيناهاش مسيره ربيعيه. حنا الان بغينا ندخلوا لاقسامنا وبغينا هادو الوليدات يدخلوا الاقسام وبغينا تستمر، ولكن بغينا غير رد الاعتبار، بغينا واحد الاستاذ يكون في واحد الوضعيه اعتباريه. حنا قبل ما كنتحدثوا على الاجر وقبل ما كنتحدثوا على الزياده اللي كيقول البعض، حنا راه كنتحدثوا على القيمه الاعتباريه للاستاذ. بغينا ديك القيمه ترجع، بغيناه يكون ديك المهام يعني كانت تطوعيه راه حنا كنقوموا بها، لكن ما تلزمناش بها وتفرض علينا واحد السلسله ديال العقوبات بزز. هذا هو اللي خصنا نفهموا انه راه ما بغيناها كيف كنقولها ونعاود نكرر، ما بغيناهاش مسيره ربيعيه، حنا هي مسيره تعليميه 100%، وخرجوا ليها ناس متضررين وجاو تبارك الله من جميع ربوع المملكه.